جميلة بقى كده من جميلات المتابعين قالت لي أنا عايزة وصفة كده تبهرني من دقيق الحبة الكاملة، قلت لها اصبري لأن كده كده أنا هبهرك بالوصفة الجاية دي. وعايزة أقول لكم بقى كمان إن انتوا كمان هتنبهروا بيها جدا، لأن كمان بعد الوصفة دي أو بالأخص بعد الفيديو ده مش هتبطلوا تعملوها إلا بالطريقة دي. القرص الطرية بدقيق الحبة الكاملة وكمان محشية قرفة وسكر، يعني جمال بعد كده مفيش منه. طعمها بقى يا جماعة وريحتها هتطلع بجد وهم وخيال جدا، وبالذات بالدقيق ده خلى طعمها بقى كده في حتة تانية خالص. تعالوا بينا نبدأ بالفيديو على طول علشان نشوف المقادير وكمان طريقة التحضير. ما ننساش بقى كده اللايك الجميل للفيديو علشان هو فعلا يستاهل. في البداية بقى كده خالص هنسمي الله، ومعايا هنا طبق عميق هضيف فيه معايا هنا كوباية من مية دافية. هضيف معاها كده معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وكمان معايا معلقة كبيرة من السكر. ممكن نستغنى عن معلقة السكر بعسل نحل أو عسل أسود. ضفت كمان هنا 3 معالق كبار من الزيت وكمان معايا معلقة كبيرة من الخل. الخل بقى كمان يا جماعة بيدي هشاشة حلوة أوي للقرص بعد التسوية، وكمان رشة بقى بسيطة كده من الملح. بشكل بسيط بقى جدا هنجيب المضرب اليدوي وهقلب بقى كده كل المكونات الجميلة دي لحد ما السكر والخميرة يدوبوا معايا كده تماما. هقلبهم بقى كده حوالي دقيقتين تلاتة وبعد كده هبدأ أضيف الدقيق. الخطوة الجاية بقى إن أنا كده هجيب دقيق الحبة الكاملة وهبدأ أضيفه المكونات الجميلة دي. معايا نص كيلو من دقيق الحبة الكاملة بنشتريه بقى كده من أي سوبر ماركت أو أي عطار. وطبعا الدقيق بتاعنا هنجيبه ومش هننخله أبدا، هنضيفه كده على طول على المواد السائلة. في بداية العجن بقى أجيب كده معلقة اسباتشا وأقلب بقى الدقيق مع المواد السائلة بالشكل ده، مجرد بس كده الدقيق يبدأ يختفي معايا بالشكل البسيط ده. طريقة العجن هنا يا جماعة سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد وقت ولا مجهود معاكي خالص. مجرد بس الدقيق كده اتشرب المواد السائلة هستغنى عن المعلقة بتاعتي وابدأ استخدم ايدي كده في ايدي في العجن علشان اتحكم بقى كده في ملمس وقوام العجينة معايا كده كويس جدا. في التوقيت ده بقى كده حسيت ان العجينة معايا ناشفة محتاجة كده كمية من السوائل. كنت كده سايبة معايا ربع كوباية من المية كده على جنب علشان طبعا هبدأ استخدمها في التوقيت ده. ضفت كده حوالي معلقتين كبار منها وبدأت كده اكمل عجن. وده يرجع يا جماعة لنوع دقيق عندك، لان في دقيق كده بيشرب سوائل اكتر ودقيق لا. ممكن انت تستخدمي كوباية وربع او كوباية ومعلقتين او كوباية بس على حسب نوع الدقيق معاكي. عجنت فيها بقى كده كويس جدا ودي المرحلة اللي انا كده وصلتها. عجينة لينة وطرية وبتلزق في الإيد بسيط، طبعا دي الحبة الكاملة مهما نعجن فيه هو بيلزق كده معانا حاجة بسيطة. علشان نتفادى النقطة دي نبل ايدينا كده أو ندهن ايدينا بالزيت حاجة بسيطة واحنا كده بنلم العجينة. أجيب طبق تاني وادهنه كده كويس جدا بالزيت وبعد كده أبدأ أضيف العجينة الجميلة معايا. أسيبها بقى كده في مكان دافي لحد ما تبدأ بقى كده تختمر وحجمها يتضاعف. وقت التخمير هنا هيرجع لحسب درجة حرارة الجو عندك. سبتها كده حوالي ساعة بقت معايا بالجمال ده، ما شاء الله اختمرت وارتفعت بقت معايا بالجمال ده. هبدأ بقى كده افرغ منها الهواء كويس جدا علشان كده أبدأ أشكلها أو أجزأها. أخدت العجينة بقى كده وأبدأ كده أجزأها وأقطعها كده قطع أو كور صغيرة. حجم القطعة معايا كده كان 60 جرام. حجم القرصة هنا كان مناسب جدا يا جماعة، بس لو حابة بقى تصغري أو تكبري زي ما انت عايزة. هشكلهم بقى كده كلهم بنفس الحجم ونفس الطريقة، ده كده هيكون شكل القطع معايا. أغطيها بقى وأسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح قبل ما أبدأ أشكلها. والخطوة دي بقى كده مهمة جدا علشان تقدري تفردي القرصة معاكي كده بكل سهولة. تعالوا بقى كده نجهز الحشوة اللذيذة بتاعتنا النهاردة. معايا هنا 3 معالق كبار من السكر، ضفت لهم كده معلقة كبيرة من قرفة وكمان معلقة كبيرة كده من كاكاو الخام. علشان كده زود الطعم او التست ضفت كده حوالي معلقة كده كبيرة من الشوكولات شيبس او الفارماسيل الموجود عندك استخدميه. هتديكي طعم هايل جدا كده القرصة بعد التسوية. قلبتهم بقى كده وسيبهم على جنب لحد ما نيجي نشكلهم او نحشي بيهم القرص بتاعتنا. التوقيت ده بقى كده أخدت كده قطعة من العجين وبدأت أفردها بإيدي كده بسيط. نفردها كده في سمك 1 سنتي. بعد كده جبت معلقة صغيرة من الحشوة وأضيفها كده في المنتصف وأبدأ ألم العجينة أو أقفل القرصة بتاعتي كده كويس جدا. أهم حاجة بقى هنا القفل يا جماعة، نقفلها كويس جدا علشان أثناء التسوية ما تفتحش منك. معايا بقى هنا طبق ضايفة فيه كده حوالي ربع كوباية من المية ومعاها كده معلقة كبيرة من السكر، دوبتهم كويس جدا وجبت طبق تاني وضايفة فيه من السمسم.
بعد ما اقفل القرصه بتاعتي ابلها كده بالميه او اغطسها في الميه كده بسيط، وبعد كده اضغطها كده احطها في طبق السمسم واضغط عليها بسيط علشان تاخد طبقه كده من السمسم جميله جدا. هيكون جنبي صاج او صينيه هرص فيه القرص بتاعتي كده بعد التشكيل. نفس الطريقه اخدت جزء من العجين او قطعه من العجين، فردتها بايدي بسيط وضفت لها معلقه صغيره من الحشوه، وبعد كده قفلتها كويس جدا. نضيفها في الميه والسكر وبعد كده السمسم، وبعد كده نحطها في الصاج او الصينيه. طريقة الحشو بقى هنا سهلة وسريعة وكمان بسيطة جدا. كمان يا جماعة مش هتاخد وقت معاكي ولا مجهود خالص، بس النتيجة بقى كده تستاهل التجربة. ده كده هيكون شكلها معايا ما شاء الله. بعد ما رصيت بقى كده القرص بتاعتي في الصاج هضغط عليها كده بسيط بايدي علشان تاخد شكل الدايرة الجميلة دي. اغطيها بقى كده واسيبها حوالي نص ساعة لحد ما حجمها يبدأ يتضاعف او يختمر معايا بالشكل ده. بصوا جمالها ما شاء الله. كده بقت جاهزة كده على التسوية. هنسوي القرص بقى كده في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، وهنكون مشغلين النار من تحت بس، وهنحط الصاج في الرف الأوسط. وهسيبها بقى كده في الفرن من 25 ل30 دقيقة. أول ما نلاقي الجوانب بدأت تحمر وتاخد لون هنطفي النار من تحت ونشغل كده الشواية دقيقتين 3. أهم حاجة بقى كده لما تشغلي الشواية تاخدي بالك منها كويس جدا علشان ما تاخدش منك بقى كده لون مش زيادة، وبعد كده تطلعيها هتبقى معاكي بالجمال ده كله ما شاء الله. واخدة لون بقى كده ذهبي من فوق وتحت جميل جدا. وطبعا يا جماعة التسوية هنا هتكون على حسب كل واحد والفرن عنده. بصوا بقى الجمال. عايزة بقى كمان أقول لكم ريحتها ساعة التسوية بجد كانت قلبة البيت كله. طالعة بقى هشة وخفيفة وبجد طعمها كده خيال. أنصحك بقى كده في البداية إن انت تضعفي كده المقادير لأن هي بجد هتعجبك جدا. أو بقى كده ما نخرجها من الفرن نغطيها ونسيبها كده حوالي 5 دقايق علشان تفضل بقى كده محتفظة بالطراوة بتاعتها. مثالية بقى جدا كده لإفطار الصبح. جهزوا بقى كده الشاي بلبن أو القهوة وبألف هنا. وكمان بقى عايزة أقولك إن الحشوة هنا تقدري كده تغيري فيها زي ما انت عايزة، أو كمان ممكن تعمليها سادة برضو هتبقى جميلة جدا. يلا بقى كده بسرعة جربيها بنفس الطريقة ونفس الخطوات وإن شاء الله تعجبك. أسيب بقى كده ليكي كل مكونات الوصفة موجودة في الوصف تحت الفيديو. بالهنا والشفا مقدمة لكل اللي هيجربها. وبكده فيديو النهاردة ووصفتنا النهاردة الجميلة خلصت معاكم. أتمنى بجد تكون عجبتكم واستفدتوا منها. لو عجب بقى كده فيديو النهاردة وصفة النهاردة ما تنسوش اللايك والشير للفيديو ده كده على طول علشان هو فعلا بجد يستاهل. كمان الاشتراك في القناة اللي لسه مش مشتركين وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا بقى كده كل إشعار جديد. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.